الجيش المصري انه جيش امتلاك امتلاك. ومن بعد الان اقول للشباب لابد ان يشكل في شمال سيناء مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب. ثانيا لابد ان تتخذ انتهى في السلمية، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية بعد اليوم، لا سلمية بعد اليوم. ثانيا بعد ان نشكل مجلس حرب في شمال سيناء لابد ان يعلم الجيش المصري والشرطة المصرية والمخابرات والقضاء والاعلام المصري الخائن أننا اليوم إذا تغضي علينا سنعتدي عليك، سنعتدي عليك. ثالثا قد يأتي غدا أو بعد عصيان مدني في جميع شمال سيناء، عصيان مدني في جميع سيناء. رابعا قد يأتي اليوم الذي نقول فيه للشرطة المصرية، لشرطة مبارك الحي من شمال سيناء، نقول للجيش السيسي الخاين، نقول للمجلس العسكري الخاين وللجيش المصري الخاين قد يأتي اليوم، قد يأتي اليوم نقول للجيش المصري نحن أبطال ونحن مجاهدون. قد يأتي اليوم ونقول لك ارحل من شمال سيناء، ارحل من شمال سيناء. أخيرا كلمة مهمة. بعد أن درست الواقع وبعد أن درست الواقع وقد تأكد لي وأيقنت وأقول للتيار الإسلامي المعاصر لا الجهاد بعد اليوم، لا الجهاد بعد اليوم. ملخص لهذا الامر انه لا علم مصر، علم مصر مش موجود دلوقتي في رابعه، في الصوره اللي حضرتك اللي موجود علم القاعده، بس حضراتكم بتشوفوا المنظر اللي مرفوع فقط علم تنظيم القاعده. البلتاجي حاليا بيدي مش مبرر، بيقول للناس اصحاب القرار تتحرك ولا تنتظر، لانه دلوقتي قال لك انه شكل مجلس حرب، مفيش سلميه خلاص، ده صوته وموجود يعني قدام العالم كله. الراجل بيهدد بعمليات ارهاب وقتل، بيتكلم على انه مفيش انتخابات بعد النهارده ولا اعتراف بانتخابات، بيتكلم على انه الجيش المصري خائن. يعني هل تنتظروا بكره؟ تنتظروا بعده؟ تنتظروا الجمعه؟ تنتظروا السبت؟ هتنتظروا ايه؟ حضراتكم ممكن تنتظروا ايه؟ اي مسؤول عايز ايه تاني؟ بيدي مبرر بيقول لك الشرطه لا تتواجد في سيناء، اللي مش الراجل بيدي تعليمات وتهديد يتحرق اي دوله قدام امن البلد. وزير الداخليه تحرك، لا تنتظر، انسى اي دوله وانسى المانيا وانسى كل الدول، تحرك. انت الان تواجه حرب، تواجه ارهاب. الارهاب جاءك الان بالصوت من رابعه، تهديد واضح. شيخ نبيل، شفت ازاي كلام البلتاجي؟ هو شوف اقول لك حاجه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم شر الرعاة الحطمه. نعم، يعني اشر القيادات اللي حطم الدعوه. ده راجل من اول ما طلع من زمان ولا يتكلم الا على العنف وعلى الدماء وعلى التهديد وعلى القتل. طب انت كنت فين من 30 سنه؟ ما كانش حد يسمع لك صوت. لا مؤاخذه يعني.
وبعدين انت بتحارب الاولاد، انت خادعهم وبتقول ان ده جيش كافر وان دي دوله كافره والقرضاوي بيستعد علينا الدول كلها. ولكن هو في النهايه هو هيدخل معركه خاسره. خاسره. طبعا. في حاجه اسمها المعركه صفر. يعني ايه المعركه صفر؟ مهما تقدم من تضحيات المحصله صفر. هو ايه هدفه من المعركه؟ اعاده مصر. مش هيحلم لو الناس دي كلها ماتت. لو الناس دي كلها ماتت طبعا يرجع ازاي؟ مش هيقدر. معايا؟ الامر الثاني، طب بيراهن على ايه؟ التهديدات دي بيراهن على ايه؟ بص، هم نجربوها مع المشير طنطاوي ونجحت. وتصدير الرعب. يعني لو انت خفت مني خلاص انا كسبت المعركه من غير مجهود. انما لما اجي بقى على ارض الواقع بيستسلم من اول جوله. الحاجه الثانيه في كلام اول جوله هتكون طبعا. ايه؟ هتكون ازاي؟ قول لي. دي اللي بيرسمها القائد اللي مسؤول عن التعامل معاه.